كابتن محمد فاروق نجم النادي الاهلي السابق ومدير منتخب الشباب السابق، بنرحب بيك. في البدايه هنتكلم عن النقطه الاخيره اللي تحدث عنها وسائل الاعلام المصريه بطرح التفاوض معاك لتولي منصب اداره التعاقدات في النادي الاهلي او اداره التسويق، ايهما تفضل في حاله المفاوضات الجديه مع اداره النادي الاهلي؟ طبعا بتشرف ان وجودي معاكم. التوفيق طبعا ليك يا رب ان شاء الله. الله يخليك. طبعا اي واحد من ولاد النادي الاهلي بيبقى ليه الشرف ان التواجد، سواء كان في الملعب او بعد ما بيبطل، في ان هو يخدم النادي بتاعه، خصوصا طبعا ككيان زي كيان النادي الاهلي. كيان كبير ما بيسيبش ولاده، سواء هم موجودين هم بيلعبوا او بعد ما بيبطلوا. يعني يمكن طبعا انا زي ما انت سمعت كده، انا سمعت ان في كلام ان في تواجد ليا او في ناس بتتكلم جوه النادي او اداره النادي ان انا امسك اداره التسويق والتعاقدات، لكن الحقيقه ما فيش حصل اي كلام من اداره النادي معايا، ولا اصلا طرح الموضوع يعني عليا. لكن لا، يمكن الناس جوه النادي بتتكلم بحكم ده شغلي، طبيعه شغلي وطبيعه دراستي. في لا والله ما حدش كلام، انا بكلمك بمنتهى الامانه. ان ما فيش حاجه من الحاجات دي تماما. ف انا كنت يعني فوجئت برضو بالكلام ده. قلت يمكن الناس بتتكلم في النادي عشان عارفين ان انا يعني ده طبيعه شغلي في شركه. انا ممكن انا بشتغل في شركه عالميه بالنسبه لمجال التسويق، فممكن ده كان سبورت. يعني الناس بترشحني، يعني الناس مش الاداره بترشحني للاداره، لكن انا ما يعني فوجئت برضه ما فيش اي حاجه. لكن طبعا شرف ان اي حد يبقى موجود، وسواء وجوده بقى هيبقى موجود جوه النادي، اكيد هيبقى يعني الحمد لله. انا درست الموضوع ده بشكل جيد، اشتغلت بشكل عملي اكتر، زائد كمان خبرتي كلاعب كوره وواحد مثلت النادي الاهلي ومثلت منتخب مصر. الامور طبعا الخبره مع العلم مع الممارسه الميدانيه بتخلي الواحد ممكن يبقى عنده مشاريع موجوده اكتر، عنده فكر ممكن يحطه ويطور بيه اي مكان يبقى موجود، وخصوصا لما يكون زي النادي الاهلي عنده اداره بتديك سبورت، بتديك امكانيات تقدر تشتغل بيها بشكل جيد، وعندها الهدف انها تطور النادي. فده في حد ذاته لو طبعا اتعرض عليا، انا بالنسبه لي طبعا شرف كبير. انا بالنسبه لي اداره التسويق هي الاقرب ليا، بعيد عن اداره التعاقدات، لان هي ده في طبيعه شغلي وطبيعه دراستي يعني. إدارة التسويق والتعاقدات في الأهلي تحديدا في الفترة الأخيرة تقريبا هي الإدارة الوحيدة كمان الأهلي اللي مسك من بعد المجلس كابتن حسن حمدي. في كلام كتير قوي بعد كابتن عبد الفتاح اللي استقالته ومشي، ناس كتير قوي استقالتها ومشيت، يعني ناس مش هيبقوا مش هيشتغلوا مع المجلس الجديد. في كلام كتير قوي على اللجنتين دول بالذات. ليه اللجنتين دول بالذات الكلام عليهم كتير؟ والفكر ليه مفيش حد دخل فيهم لحد دلوقتي رغم انهم الابرز، يعني حتى اعلاميا هم مهمين جدا؟ ليه؟ بص، يعني خلينا نتكلم ان في كرة القدم، سواء هنا في مصر او في العالم او في بالاخص نشوف الدول الاوروبيه، تطورت بشكل كبير وملحوظ بسبب الادارتين دول، اداره التسويق واداره التعاقدات. لان البورصه العالميه في اللاعبين ما بقتش بس ده انا بتكلم بقى على اداره التعاقدات بس، بقت على مستوى عالي جدا. وعشان تجيب لاعبين لازم يبقى عندك امكانيات ماديه، فبالتالي انت بتروح على اداره التسويق اللي هي بتعمل لك كل الشغل وبتجيب لك الفلوس عشان تقدر تتحرك فيها بشكل سلس، عشان تشتري احسن لعيبه في العالم. فبالتالي النادي الاهلي كان في وقت من الاوقات ما شاء الله كان فيه امكانيات عاليه جدا. طبعا الظروف اللي مرت بيها الكره المصريه في الفتره اللي فاتت طبعا ما بقاش فيه امكانيات ماديه زي الاول. فبالتالي انت عايز تبتدي تعمل مشروع جديد، تعمل تحط دم جديد جوه النادي، يكون عنده الخبرات والحته العلميه تفرق مع النادي. لغايه دلوقتي اعتقد ان هم يعني بيتأنوا شويه عشان يشوفوا مين الانسب. بيتعبوا ولا في ناس عرض عليهم ورفضوا؟ طب انا سمعت زي برضه لا هو في ناس اتعرض عليهم. بص، وجهه نظر بقى المجلس ان هو لازم طبعا يجيب نجم. في الاول وفي الاخر النجوميه بتفرق حتى في اي تفاصيل معينه، لكن انا وجهه نظري ان انا النجم مش لوحده او وجوده في مجال كره القدم كنجم ممكن تؤهله ان هو يبقى في المنصب ده. طبعا بدليل ان المهندس عادل القيعي ما كانش لعيب كوره، لكن كان عنده الامكانيات
العقليه والامكانيات التالنتس او السكيلز بتاعه عالي جدا، لدرجه ان هو بقى عمل اداره اسمها اداره التسويق في النادي الاهلي بشكل كبير، والناس بتنسب ليه او بينسب ليه الحته ان هو كان عنده مهارات عاليه جدا في الحته دي. بص، احنا لازم وانا وانتوا هنا يعني لما نيجي نتكلم عن الكوره في مصر، سواء بقى اداره سواء تسويق سواء فنيات في الملعب، لازم نتكلم باسلوب علمي، لان هو العلم. واعتقد ان عندنا السيد الرئيس فتحي السيسي بيتكلم في الحته دي، ان العلم هو اللي هيطلعنا قدام، يطلع ناس كتير قدام. فلازم نشتغل كده كوادر علميه ذو خبرات تبتدي تشتغل وتبقى موجوده في الاماكن اللي المفروض هي اللي تطور المكان ده. هتلاقي اكيد في تطور. بالظبط، بالظبط. لكن طبعا مهمه جدا النجوميه، لان انا لما ببتدي اشتغل اقتناع الناس بيا كمحمد مثلا او كسي من الناس بركات فريكا، اقتناع الناس وانا بتكلم ان ده في مصلحه معينه، مصلحه كره القدم، لان هو مجالي، هتساعد كتير. لكن في وقت من الاوقات في حاجات لازم يبقى فيها قرارات وفي ستراكشر بلاننج لحاجات كتير، وحاجات يعني في مجال كره القدم هي ممكن تبقى جديده علينا، لكن لازم ناخدها لان الناس كتير سبقونا، المانيا، كل الدول الاوروبيه يعني. بس هل ليه الحق ان هو يكمل بالشكل دوت؟ لان النهارده احنا سمعنا ان دايما الاهلي يركز صوت رافضه للشركه بقى النادي الاهلي، رافضه وضع اي شعار عن النادي. تمام. شايف حضرتك الوضع ده؟ انا بنظر اولا ان شوف، لو في رولز وقوانين من الاول بتحدد الامور دي من البدايه، ما كانش هنقعد في مشاكل، وده ده الاحقيه وده الاحقيه. احنا بنشوف المواضيع سلسه بمنتهى السهوله بره. ليه؟ لان محطوط كل واحد ليه قاعده معينه هيمشي عليها، ده ليه ده ايه وده عليه ايه. فبالتالي انا باجي بمضي على حاجه انا عارفها ان هي مش هتضر اللي جنبي ولا هتضر الشركه ولا هتضر اتحاد الكوره. فبالتالي المسؤول عن الموضوع ده هو المسؤول عن الرياضه في مصر او الكوره في مصر، اتحاد الكوره، اللي هو المفروض ينسق الامور دي كلها. النادي ليه ايه، الشركات الراعيه دي ايه. حتى اللي حصلت في ماتشات الدوري، صحيح. ماتشات الدوري بتاعنا بشكل فردي والناس ماشي، بس انت خلي بالك، بص، هتلاقي في فرد، في شكل فردي، في 7 انديه باعت وفي باقي. ما هو ده في حد ذاته برضه ده خلل، ده في خلل موجود، لان انت بتبيع بعيد عن انديه تانية. المفروض كان الشغل يبقى شغل جماعي. لو احنا بنتكلم بقى كمحترفين، رابطه الانديه الانجليزيه بتبيع كلها جماعي. بتشوف انت الشكل، حتى لما بيجي يستفادوا بيستفادوا جماعي، انت فاهم. فاحنا في قصور في القوانين، قصور في اللوائح، معروف احنا بمعرفتنا باللوائح، ده بيأثر بشكل كبير. لكن في الاول وفي الاخر النادي الاهلي ليه حق ان هو التيشيرت بتاعه، الشغل بتاعه كله هو اللي يعني المشكله في القايمه بقالها سنين. نقول لا، انا بتكلم من الاول. لا، انا عايز رؤيه حضرتك في المشكله دي نحلها. الرؤيه ان النادي الاهلي مش عايز يخش كاس مصر، مش عايز يحط شعار ولعب بالفعل دور ال 32 وما حطش شعار. ما هو ده انا بكلمك بالظبط، ده في البدايه. هل فعلا النادي الاهلي ليه حاليا ان هو يعمل كده، ولا لازم يلتزم بقوانين؟ لازم يلتزم باتحاد الكوره من البدايه. ما هو ده اللي انا بكلمك من البدايه، التزام اتحاد الكوره من البدايه وقوانينه والرولز اللي بيحطها. اوكي، لكن في الاول وفي الاخر خلي بالك احنا بنشتغل لكننا رابطه الانديه الانجليزيه، واحنا مش شغالين بيها بشكل جيد، انت فاهم يعني. احنا ايه بنقول ايه؟ لا، ده احنا بنبيع جماعي بعيد عن اتحاد الكوره. وبعد كده بس لكن ما فيش قوانين بتحدد المواضيع دي. ده اللي انا بتكلم فيه. مش كل واحد عارف فيه ليه ايه وعليه ايه، فبيجي مجلس اداره مثلا اخذ قرار قبل كده، بيجي اللي بعديه بيتعامل ده. بس فدي النقطه برضو، انت فاهمني. بس لكن من البدايه خالص، من اول ما البرزنتيشن ديت اخذت الدوري واخذت اتحاد الكوره، لكن تيجي قبل ما الكاس يشتغل وتيجي تعمل الكلام ده
انت بتلاقي نفسك في وقت ضيق جدا عايز تحل مشاكل او مشكله معينه ظهرت والبطوله هتشتغل، فانت بتلاقي كده عقبال ما تحل المشكله يكون النهائي جه. انت فاهم؟ ما هو اكيد برزنتيشن هتيجي هتعرض على النادي الاهلي مثلا في اخر في دور مثلا الثمانيه ديل معين، انت فاهم؟ طب ما تحله من الاول عشان النادي يستفاد والاهلي يستفاد والانديه كلها تستفاد والشركه تستفاد. اوكي، خلي بالك الناس متعطشه جدا لكره القدم، سواء بقى الشركات او الانديه او الناس عامه، فبالتالي السوق بيتفتح بشكل جيد بعد القفله اللي حصلت. انت فاهم؟ بس عموما في مشكله دلوقتي اصلا قايمه بالاهلي والبرزنتيشن وكلام البرزنتيشن وكده زي ما زاد عن مش زمان. عايزك تدخلنا بقى لا لا موضوع ليه؟ برزنتيشن. شايف مش يعني موضوع برزنتيشن خلاص. خلي بالك انا برضه اشتغلت في اتحاد الكوره، بس انا عارف ان بقول لك ان اتحاد الكوره هو المسؤول عن الكوره في مصر، فبالتالي واحنا لسه ما وصلناش للحته الاحترافيه العاليه قوي ان احنا الانديه تبقى عندها الرابطه وانها تدير الحته بتاعتها. فبالتالي انا كاتحاد كوره لازم احط رولز من اول. بص يعني اللي هو بيقول ايه، اللي هي خطه طويله الامد. عندي السنه دي همضي مثلا مع شركه برزنتيشن لمده 4 سنين. اول سنه هحط قوانين كذا لبيع الدوري والكاس بالظبط كده، لكن انا ما اخدش السنه بسنتها دي هتتعب الناس، وفي نفس الوقت او البطوله بالبطوله يعني بطوله واحده بالظبط ممكن تقول لك السلام عليكم. انت فاهم؟ انت زي ما حصل كده اتحاد الكوره السنه اللي فاتت لقى نفسه من غير شركه راعيه، فمش عارف يصرف على الشغل بتاعه. بالتالي كان اي عرض هيجيله كان هيوافق بيه. برزنتيشن شركه قويه ودخلت بعرض كويس فوافق بيه، لكن يعني لو كان في شركه اقل من كده ومفيش غير كان هيوافق. انت فاهم؟ بس خلينا في المجال اللي انت دخلت فيه في الفتره اللي هو المجال الاعلامي، لعيبه الكوره كتير جدا احتاجوا الفتره اللي فاتت كلهم توجهوا الاعلام. خاض التجربه دي ازاي وشايف انت تجربتك الشخصيه ازاي؟ طب انا برضو لازم اقول لك ان انا درست اعلام يعني ماشي. انا خريج اداره اعمال، بس انا عملت دبلومه في الاعلام وعملت فيفا دبلومه CIS وبعمل الماستر دلوقتي فيها في الاداره يعني في حته التسويق بالذات. بص هي تالنت اوكي، وفي نفس الوقت حب. يعني طبعا انا ما اقدرش اعمل حاجه من غير ما احبها اوكي. فلازم لما اجي اشتغل حاجه لازم اكون على قدر من الموهبه عندي. يعني زي كده كابتن احمد شوبير ما شاء الله عليه، بغض النظر بقى في ناس بتأيده او بتعارضه، لكن هو كان عنده تالنت وعنده كم من المعلومات عنده بتقدر تساعده كمذيع او محاور، لان في فرق خلي بالك ما بين مذيع ومحاور يعني فاهم. فهو عنده الاثنين. فانت بتيجي بتلاقي ناس عايزه تشتغل الحته دي وبتطلع لا ليها عندها تالنت ولا عندها قبول ولا عندها مخارج الفاظ تقدر تتعامل كمذيع. فبالتالي الناس خلي بالك ذواقه يعني كشعب او جمهور كوره في مصر. ده طبعا شايف نجحوا يعني شايف التجربه مش كله طبعا مش كله. هتلاقي بص مين نجح؟ انا بص ما اقدرش اقول اسماء، لكن بغض النظر هتلاقي الناس بتتكلم كويس على اللي طالع بشكل كويس، لكن هتلاقي بقى اللي مش اللي الناس مش مقتنع بيه حتى يعني هو الريموت معاه بيقلب على طول. لكن هو بيقنع نفسه او النجم ده بيقنع نفسه ان هو لكن في ناس مفروضة على الإعلام الرياضي بشكل كبير اوكي، وللأسف يعني بتستخدمها بشكل يعني خلاص. لا هم مش موضوع مصالح، هم رقم واحد اوكي، وللأسف ما بقوش يقدموا جديد غير ان يبقى في اشتعال مشاكل او افتعال المشاكل. فبالتالي موجودين وشركات الاعلانات بتحدد حاجات دي. محمد هو عاوز يكون زي مين لعيبه الكوره اللي بقوا مذيعين او محاورين؟ لا بص طبعا زي ما بقول لك كده في ناس لما ظهروا بشكل كويس. اتمنى ان انا لما انا اجي اطلع اقدم قضايا انا كمحمد جديده وبشكل جديد بشكل مختلف. يعني ما اعرفش دي بقى هتتعمل ازاي. في نفس الوقت بتساعد البلد يعني اللي هو ايه، ما اعملش قضيه تضر
في التوقيت اللي احنا فيه دلوقتي بالرياضه المصريه. بالعكس احنا محتاجين ان احنا نطور، محتاجين ان احنا الرياضه نفسها محتاجه شغل كتير عشان تطلع لقدام، منها الاعلام الرياضي. والاعلام الرياضي بيأثر بشكل كبير على، خلي بالك، بيأثر على صانع القرار في الحته الرياضيه. فبالتالي لما تيجي تتناقش معاه او تيجي تطرح القضيه دي، تطرح قضيه من تحت. وفي ناس ما بيطرحوش قضايا مهمه جدا. يعني انا شايف ان الفتره اللي فاتت ابتدى يظهر بشكل كبير نوع من المدربين بيجاملوا مثلا. لازم تتناقش القضيه دي بشكل يجاملوا مثلا لعيبه، بيجاملوا ادارات انديه، كل ده عشان على حساب لعيبه موجوده جوه الملعب. ما ده بيحصل. انت عندك معلومات زي كده انا بقول لك، يعني ده لازم انت عاوز تناقش القضيه. انا بقول لك مثلا دي حاجه ناقش الموضوع ده. انا ما اخافش. لا بص بقى، في بقى موضوع مجموعه من المذيعين مثلا يقول لك ده صاحبي او ده مثلا المدرب ده، فبلاش ان انا اخش في القضيه دي. لان انت هتجيب قضيه زي حاجه زي كده مثلا، هتيجي تجيب الشخص اللي بيشتكي حاجه زي كده، من رغم ان مثلا حاجه صعبه جدا لما تلاقي مدرب مثلا بيجامل، ما ده في حد ذاته حاجه مش كويسه، فاهم؟ فانت انا ما بتكلمش على ده بس، لا في حاجات كتير يعني، منها مثلا يعني الموضوع دلوقتي ان احنا عندنا في مشكله في مصر ان احنا ما بنعرفش نخطط. ما بنعرفش نخطط في الكوره، في الرياضه عامه. ماشي، طب احنا هنفضل لغايه كده يعني جبت كابتن فاروق جعفر، نمشي كابتن فاروق، نجيب مش عارف، لكن في الاول وفي الاخر احنا عندنا مشكله. المشكله دي لازم اتحاد الكوره وكابتن فاروق جعفر موجود، وكابتن فاروق جعفر مشي بعد مشكله كبيره جدا، يعني بعد خلينا نقول بعد فشل كبير جدا. انت بتقيم ازاي عمل فشل؟ لا عمره ما فشلش. لا كل المنتخبات مرة ثانية لما كل لماذا فشلت المنتخبات الوطنية في الوصول أفريقيا من وجهة نظرك الشخصية؟ هل هتعلق الفشل على المدير الفني لاتحاد الكورة يتمثل في صفة الكابتن فاروق جعفر، أو في أسباب ثانية أنت شايفها من وجهة نظرك؟ أنت كنت مراجع كمدير لمنتخب الشباب، شايف 3 منتخبات تفشل الوصول أفريقيا، كارثة جديدة في الرياضة المصرية، شايفها من وجهة نظرك إيه السبب فيه؟ طيب خلينا نتكلم ان احنا الفتره انت سؤالك ده هنجيب من يعني 2010. 2010 طبعا التوقف ده كله اثر بشكل كبير، ده رقم واحد. انا هكلمك على الكوره وبعد كده هكلمك على كابتن فاروق. ماشي. فالتوقف ده نفسه خلى اللاعبين نفسها اللي بيحصل تفريغ من قطاع الناشئين للمنتخبات دي كلها منعدمه. لما تلاقي فرق قطاع ناشئين، لما النادي الاهلي مثلا لما بيجي يلعب مع ما بيلعبش بطولات جمهوريه والشغل ده اللي بيطلع اللعيبه. لكن بيلعب مثلا مع مناطق، يعني بيلعب سيدة زينب، هيطلع ايه؟ مع احترامي يعني طبعا للفرق دي، لكن في حد ذات ده شكل البطولات بعد ما اشتغلت حتى الكوره. لكن التوقف نفسه ده كان بشكل كبير اثر بشكل كبير، سواء مش على المنتخبات الصغيره بس، لا ده كمان على المنتخب الكبير. انت فاهمني؟ زي كمان الشكل نفسه بقى اللي قلت عليه، اللي هو الشكل البطوله نفسها تحديدا، اللي حصل في الفتره الاخيره ان في مثلا اتلغت مثلا بطوله 93 اللي هي بتاعت المنتخب الاولمبي. ده في حد ذاته ده انا شايف ان هو من وجهه نظري غلط. ده يمكن القرار الوحيد اللي اخده كابتن فاروق جعفر. في بعض اللاعبين طبعا في بعض اللاعبين ما بتظهرش مواهبهم غير بعد سن معين، بعد سن 19 و 20 بتبتدي تظهر. بدليل ابو تريكه ما ظهرش في النادي الاهلي غير وهو عنده 27 سنه. السائد في مصر انه المواهب بتظهر متاخر، قليل قوي هو اللي بيظهر فاتك. بص انا هقول لك تجربه عن نفسي انا، اما بس اكمل الموضوع ده. اما نلاقي كابتن فاروق جعفر طبعا جه هو في شهر 1 2014 جه. انا نسيت برضه اقول حاجه بالنسبه للمنتخبات، ان الاجهزه الفنيه اتكونت متاخر جدا، ويمكن اتكونت في شهر 8. لما تيجي يبقى اول مباراه ليك في شهر 4 2014 ماشي، لا 8، وبعد كده عقبال ما بتكون جهازك الفني بتقعد مثلا شهرين او كده، عقبال ما بتكون اللاعبين او القوام الاساسي للاعبين وتلف في مصر
خش في شهر واحد عشان تعمل اول مباراه وديه، تعمل في شهر اثنين. ده مش ليا انا بس، مش لمنتخب 95 بس مثلا، ده لكل المنتخبات يمكن المنتخب الاولمبي لسه لاعب اول مباريات وديه ليه من شهرين ولا، بس ده عشان لسه قدامه فتره. تلعب اول مباراه وديه لك في شهر اثنين، وعندك بعد 3 شهور اول مباراه رسميه ليك. ده وقت قصير جدا، لا يمكن انك بالظروف اللي انت كنت فيها، توقفات ومش عارف ايه وشكل بطوله، تيجي تعمل فريق قوي. وبغض النظر انت عديت السودان مثلا، انا بالنسبه لي ك 95 عديت السودان، لكن برضه انت بتقابل مشاكل كتير يعني. الانديه مثلا تقول لك لا انا عايز اللعيب بتاعي، عايز انا بلعب، رغم ان هو بيلعب مع سيدة زينب، بس تلاقي الانديه تقول لك انا عايز اللعيب بتاعي. طب ازاي يا جماعه؟ المفروض انا وانا في منتخب الشباب وانا صغير كنت تركيز كامل في معسكر قبل الماتش مثلا بشهر ولا شهرين، ما الاقيش انا النادي يقول لي لا طلع لي اللعيب يلعب ماتش السيدة زينب، اصل ده نهائي السيدة زينب، ده نادي كبير يعني بغض النظر عن اسم النادي. فبعد طبعا قابلنا بعض المشاكل ده بغض النظر اثر بشكل كبير على من البنود الاساسيه في التسويق هو الجمهور في الملعب. ان وجوده انا بيديني برايه ان انا ابتدي اشتغل، انا مش عارف اقول لك ايه عمليا يعني. بص، جمهور وزي ما بنقول شغل التيكتس والشغل اللي هو الموسميه وشغل كل ده بيخش من ضمن بنود التسويق انه بينجحه. اوكي، حاجات كتير قوي بتتعمل في ظل وجود الجمهور. اوكي، ونجاح المنظومه نفسها هو الجمهور. اوكي، سواء بقى تسويق، سواء كوره في الفنيات، كل ده وجود الجمهور في الملعب. انا بشوف دوله زي المانيا مثلا بتتفنن ازاي تبسط الجمهور اللي بيجي بيحضر المباريات بقى بحفلات غنائيه، بمظلات بتنزل ما كل ده تسويق. انت ممكن المظلات اللي نازله من فوق دي حاطه اعلانات معينه للشركه الراعيه. انت كل ده احنا يعني اتمنى ان احنا الجمهور يبقى يجي. وبعدين لما بتيجي بتعمل حاجات زي كده انت بتنقي جمهور معين، يعني اللي هو العائلات اللي جايه تنبسط، اللي جايه تتفسح، اللي جايه مش اللي جايه تعمل مشكله ولا اللي جايه تبوظ الكوره في مصر ولا انت فاهم. فانا اتمنى ان الجمهور يرجع بشكل مع كبير، وفي نفس الوقت اتحاد الكوره يبتدي يعمل الشغل الترفيهي للجمهور ده عشان يستقطب احسن نوعيه من الجمهور. اوكي، يبقى ده مكان الفسحه بتاعتي يوم عشان اشجع فريقي، عشان انا بكلمك لا انا بكلمك يعني الجمهور ده نوع اساسي من انواع التسويق الرياضي، وبتستغل منه وبيجيب انكم كويس جدا للنادي او لاتحاد الكوره او تيفر بقى. ايه الوضع دي؟ شفنا 2006 الوضع كان عامل ازاي، كان ممكن نستغل احسن من كده لو عملنا شغل اكتر من كده. يعني احنا شفناه والواحد كان مبسوط، وكنا على امل ان الامور بتتطور بشكل كبير، ولكن للاسف استاد بورسعيد او مذبحه استاد بورسعيد اثرت بشكل كبير على شكل الجمهور ونوعيته. اتمنى ان شاء الله ان الشباب ابتدوا يعني يفهموا موضوع اهميتهم جوه الملعب واهميه العائلات. يعني انا بدوس على حته العائلات جوه الملعب، سواء بقى لان انت في نوع من انواع تذاكر عائليه، اللي هو الاب والام والابن والبنت، كل ده في حد ذاته نوعيه معينه من الجمهور احنا محتاجينها تبقى موجوده في الملعب. كابتن محمد، نرجع لكرة القدم تاني. شفت الانتخابات الثلاثة اللي خرجوا، هل في عناصر فيها شايفها من وجهة نظرك تنفع تكمل فيها مع المنتخب الأول؟ ده شق السؤال. الشق الثاني، مدير مدرب المنتخب القادم تفضل وطني أم أجنبي؟ لماذا؟ طيب نتكلم عن اللعيبه. طبعا انت بتتكلم في مواليد 98، دول لسه صغيرين. 95 يعني 95 احنا كان معانا لعيب زي محمد هاني اللي موجود في النادي الاهلي، رمضان صبحي، محمود خالد شيكا، كان معانا يوسف اوباما، كان معانا مجموعه من اللعيبه. هي دي مستقبل مصر. في مجموعه ثانيه جايه في الطريق يعني. في النادي الاهلي ناصر ماهر، في عبد الكافي رجب الجون الاحتياطي دلوقتي في النادي الاهلي. في مجموعه دول كلهم بينضموا في الفتره دي للمنتخب الاولمبي يعني، فاهم؟ فهم دول اساس مصر يعني. بس ازاي بقى انت تستغلهم وازاي تعمل لهم اعداد بدني وفني ونفسي ان هم الفتره الجايه هم ده جيل المستقبل. ده بخصوص اللاعبين. قبل ما نطلع من المنتخب ده كان في مشكله حصلت بين اوباما ورمضان صبحي على رقم. هذا بص هم اولاد صغيرين طبعا،
بالنسبه لهم رقم 10 ده هو املهم او تفكيرهم، وده في حد ذاته هم منظورهم يعني محدود يعني في حاجه زي كده. مين بيحدد مين يلبس ايه؟ لا مش مين، بص كل لعيب بيتفائل برقم، لما بيبقى في حاجه زي كده الجهاز الفني سواء انا او كابتن ياسر رضوان كان في الوقت ده احنا اللي حددنا يعني، واعتقد ان هم الولاد يتصفوا ايه بلا ادميه، بلا ادميه. لكن احنا يمكن يوسف اوباما مثلا في الماتش الاخير لبسها عشان هو مثلا رمضان صبحي قال له اوكي يعني بلده كنا بنلعب ماتش اخير في اسكندريه، فبلده قال له لا انت تلبسها. بس بص خلينا يعني المحترفين في العالم ما بيبصوش لرقم الفانلة يا جماعه، هم برضو لسه ولاد صغننين، فانت بتعلمهم يعني لما جينا لا مين قال لك؟ انا لعبي هو المهم مش الفانلة هو اللي لا يعني انا ما هو ده بقى التفكير اللي هو انا بشوف ان هو محدود للعيبه الكوره في مصر. انا كنت بلبس 16 ساعات بلبس بس انا 16 خلاص بقى بتاعتي في النادي الاهلي محدش بيلبسها يعني كان في الوقت ده بس. لكن لما كانش في حاجه ما كانش في مشكله يعني طب ليه اخترت 16 في النادي الاهلي؟ عشان طلعت لقيتها يعني هي اللي كانت موجوده فاضيه تمام. يعني انا كنت بحب 14 جدا 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 البس كنت بحب 14 يعني تيمونا بكابتن علاء ميهو وكابتن حسن شحاته وكابتن جمال عبد الحميد، يعني كنت بحب انا المجموعه. مدرب منتخب مصر بقى بص انا عندي اقتناع وكنت لسه بتكلم معاكم، طب انا لما اجيب مدرب مصري او اجنبي وبعدين ما هو الحال حال زي ما هو، انا كل يهمني ان انا بعد 10 سنين 15 سنه يبقى الدنيا عامله ازاي، اللي هو بيقولوا استراتيجي بلاننج اللي هو خطه استراتيجيه لوقت معين او طويل. وده اللي مثلا لما تيجي تشوف منتخب المانيا قعد فتره الاتحاد الالماني بيعمل دراسات معينه وتخطيط معين عشان يجي في يوم من الايام شوف المنتخب الالماني اللي انت قال لهم 2026 بيغلب كاس العالم. انت فاهم؟ طيب انت معلش انت برضه منتخبات زي مثلا الجزائر زي كوت ديفوار زي انت بتشوفه بيخفق في بطوله بتاعي او منتخب بيمشي طب كله بيمشي، تيجي تلاقي مجموعه ثانيه ما شاء الله حاجه يعني منتخبات قوي، منتخب قوي ثاني طلع انت معلش ليه الحته دي؟ ليه ما فيش؟ عارف ليه؟ لان انت بتخلص على المنتخب مثلا منتخب 95 طلع مشي امشي كله يمشي ده لا فيه ولا لا ده حد ذاته غلط. مفيش خطه موضوع ايه اللي يحصل لو المنتخب ده خرج، المنتخب ده لو كمل ايه اللي يحصل له كده يعني. عايز اقول لك احنا ربنا رزقنا مثلا بالمنتخب 2006 ده كان كده من عند ربنا ان هم كلهم طلعوا مع بعض. دي بالصوت دي كانت ما كانتش يعني انا شايف انها يعني انا هقول لك حاجه حد جه في مصر قال احنا ليه اخذنا 2006 و2008 و2010 قالوا ايه الاسباب عشان الاسباب اللي احنا اخذنا بيها دي هي دي بقى اللي نمشي عليها الفتره الجايه. انا عارف محدش عارف انت كسبت ليه، محدش عارف انت كسبت ليه انت فاهم؟ لو عارف هنبتدي نمشي عليها تاني. اوكي احنا خرجنا من المنتخبات كلها دلوقتي حد عارف احنا خرجنا ليه؟ ما ده كله سوات اناليسيس اللي هو الاستابلت فيه ده اللي هو اللي هو في التحليل انت بتحلل بقى كل حاجه عملتها حصلت انت بتحلل ايه السبب وايه الايجابيات وايه السلبيات، فانت بالتالي بتمشي على الايجابيات وبتحاول تتجنب السلبيات. ده ما حصلش. فانا رايي ان احنا الاول نخطط ازاي تخطط، ما تعرفش تخطط بقى معلش نشوف ايه مدرسه ايه اللي نقدر نستقطبها هنا في مصر بدل ما نصرف على حاجه في الهوا في الاخر تجيبها. انت اعمل لي بلان للكوره في مصر لمسابقاتها لشغل الانتماء
لكل حاجه لكل حاجه، ونبتدي احنا كمصريين نشتغل عليها مع الاشراف من الناس دي. يعني هاخد من اجابتك، اتحاد الكره في اتجاه حاليا استثمار كبير من الاتحاد نفسه الماني الجنسيه مع تحمل الاتحاد الالماني 50% من راتبه. ده على فكره دي كانت فكرتنا وانا طرحتها عليه. الحمد لله يعني اللي هو خلي بالك هم، انت عارف ممكن تخاطب الخارجيه تتكلم الاتحاد الالماني، وده اللي اعتقد 80% اللي حصل. اوكي. دي فكره مهمه جدا، وده الكره الالمانيه طبعا زي ما بقول لك يعني ده كان رايي ان الكره الالمانيه لا هم ناس بيشتغلوا بشكل علمي. انا اول ما قعدت معاهم قلت لك الشكل وفوز منتخب المانيا بكاس العالم اثبت ان العلم بيكسب. بس نيجي بقى نرجع للنادي الاهلي تاني والبركات افريقيا، مجموعه من اللعيبه القريبين من بعض جدا. الثنائي دول على وجه التحديد ليه صعب وجودهم في النادي الاهلي في الادارات؟ على مدار سنه من اعتزالهم كنت قريب منه، شايف ان اللعيبه بترفض عروض من النادي الاهلي انها تبقى موجوده، شايف ان ده بخل عليهم؟ شايف الجماهير بتبصوا من منظور ازاي انتوا بتخسروا كلاعب وكلكم جيل قريب منهم؟ شايف ازاي؟ بص انا هقول لك حاجه، يعني انا كابن من ابناء النادي الاهلي وتربيت في النادي الاهلي من وانا عندي 12 سنه في النادي الاهلي. هو اي حد سواء بقى البركات او محمد ابو تريكه لما جم النادي الاهلي وهم في سن كبير تاقلموا بسرعه جوه النادي الاهلي، بقى عرفوا ايه اللي ليهم وايه اللي عليهم وايه اللي النادي الاهلي بيتطلب ايه. انا شايف ان هم سواء بقى بركات يعني اخذ اتجاه الاعلام شويه، فبالتالي هو بقى عنده مهم. تمام. وممكن النادي الاهلي يستغله في الحته الاعلاميه، مش شرط يبقى حته الاداره او الكلام ده. فاعتقد لو اتعرض عليه حاجه في الاعلام ممكن يستغلها. ابو تريكه اعتقد ان دخوله في السياسه الفتره اللي فاتت خليته يبقى عايز يهدى شويه ويبعد عن الجو الاتموسفير العام الرياضي مثلا. اعتقد ان هو يعني عنده بيزنس، يعني عنده بيزنس خاص بيه. انت دخلت في السياسه، ايه الفرق بين دكتور محمد في السياسه وبين دكتور محمد في السياسه؟ لا في فرق. ايه هو بقى؟ الفرق ان انا كنت مع بلدي، هو البيت كان معه فصيل سياسي، فصيل واحد. ده اللي اقدر اقوله. يعني انت شايف انه اختار غلط، مش السياسه هي اللي غلط، هو اختار الجماعه الاساسيه. بص انا مش سياسي، انا بقول ان انا ما بعرفش اتكلم في السياسه، انا ما اعرفش اتكلم في السياسه، لكن انا عايز اقوله ان انا لما حسيت ان انا بلدي كلها مش اخوان ولا خطر، اخترت ان انا ابقى مفهوم مع البلد ككل، لكن ما اخترتش مع جزء معين من الحزب الوطني مثلا. وانا ماليش في السياسه اصلا يعني، ولا كنت بتعامل يعني اوكي. يعني هو يمكن طبعا يمكن عشان وجود ابو تريكه في حته التدين شويه، او وجوده مع الاخوان مثلا خلاه يبقى لا هو اوريدي لازم نقول مقتنعين ان هو ضد الناس يعني، لكن هو كرياضي كان المفروض ملوش دعوه، او الرياضيين عامه ملوش دعوه من البدايه خالص. نوع من الترويج يعني انا مثلا ما انا كنت بأيد الفريق احمد شفيق، لكن عمري ما نزلت رحت صندوق وخلاص. نجوم كبار انا بقول لك نزلت مع بلدي، ما نزلتش مع فصيل. يعني هات لي كده اللي نزلوا 30 6 دول كانوا بيأيدوا فصيل سياسي معين، اللي نزلوا طبعا كانوا بيأيدوا فصيل سياسي. فانا كنت بأيد بلد، خوف على البلد بس. لكن طبعا انت كلاعب كوره ما كانش المفروض عندك نجم كبير زي محمود الخطيب، ما خافش في الموضوع ده، رغم ان هو كان نجوميته الكبيره دي جت من بعد ما بطل. خلي بالك انا برضه لازم اقولها ان لعيب الكوره اسهمه بتنزل جدا بعد ما تبطيل الكوره. ليه كابتن محمود الخطيب فضل محمود الخطيب؟ لان الدوله والبلد كلها كانت حاسه ان هو بيحب بلده، بغض النظر كلنا حبنا يعني، مش عايز اقول ابو تريكه لا، ابو تريكه بيحب بلده بس من منظور مختلف يعني. فكل الناس وكل السياسيين والموجودين جوه البلد خلاص شايفين كابتن محمود الخطيب بيساعد البلد بشكل معين، لكن الوضع
في ناس تانيين لعيبه كوره برضه ساندوا نفس طبعا. التأثير اللي ساندوا أبو طبعا تريكة. طبعا. ليه السبوت اتحط قوي على ابو تريكة؟ يعني في ناس في النادي الاهلي تحديدا وفي لعيبه في النادي الاهلي هو نجم كبير، نجم كبير، نجم كبير. وفي كرة القدم ابو تريكة ما حدش يقدر يقول عليه كلمة. يعني في الكورة ابو تريكة ما حدش يقدر. شايف الفرق بين مجلس المهندس محمود طاهر المتواجد حاليا كابتن حسن حمدي، شايف الفرق ما بينهم ازاي؟ وايهما تفضل في الاداره؟ لا بص، كابتن حسن حمدي ومجلس الإدارة كنت كمين؟ كلاعب مين؟ عصرت مين؟ كابتن حسن حمدي كإدارة كإدارة. لا أنا الأول كابتن صالح سليم طبعا. الله يرحمه ده طبعا ما بيتعوضش. كابتن حسن حمدي نقل النادي الأهلي في فترة من الفترات من آخر 10 سنين طفرة كبيرة جدا في حتة التسويق وحتة الإمكانيات المادية اللي دخلت جوه النادي. كان اهتمامه بفريق كرة القدم واهتمامه ببطولات عالمية دي كانت يعني طبعا أظهرت بشكل كبير النادي الأهلي كنادي على مستوى العالم رقم من أحسن الأندية في العالم، فده يتحسب له. يمكن المهندس محمود طاهر لسه داخل الفترة دي. اهتماماته دلوقتي طبعا بص ما فيش حد بيجي جوه النادي غير لازم يهتم بفريق كرة القدم، لأن هو ده الواجهة بتاعت النادي. لكن هو راجل ابتدى يشتغل في الانشاءات بتاعت النادي، ابتدى يوفر للعضو العامل مجموعه من الخدمات دي. فده بالتالي هو دلوقتي ابتدى يعني على الناحيتين. يمكن كان في قصور شويه كابتن حسن عنده في حته الانشاءات جوه النادي في وقت من الاوقات، لكن هو في اول ما جه برده كان في انشاءات، وكابتن صالح سليم كانوا موجودين بيعملوا انشاءات. لكن الباشمهندس محمود طاهر بيشتغل بشكل كبير في الحته دي. وده اللي اتكلمنا معاه في مقابله شخصيه ان هو مهتم جدا بالعضو يعني فيما يتوقع المجال. خلي بالك احنا تقريبا النادي الاهلي مش عارف 70,000 حاجه زي كده. اما تيجي تخدمهم ما هو دول اللي نجحوه. يعني هم دول اللي نجحوه، فلازم حقه او حق العضو ده ان هو كرئيس نادي يبتدي يهتم بيه. ليه مجلس الاهلي في حاجات بتطلع بره زي في الازمات مع محمد عبد الوهاب كنا بنسمع عنها قبل كده في الاهلي ان في ازمه في مجلس الاداره، شايفها ليه؟ حلو يعني يبقى في تفاعل جوه مجلس الاداره ان في حد معارض قبل ليه؟ ما كان كابتن طاهر ابو زيد قبل كده وبعد كده عامر فاروق. المجلس الحقيقي لا يعني هو ما فيش حاجه بتطلع يعني. كانت اما في حد بيبقى معترض جوه المجلس هو نفسه دلوقتي ما فيش حد بيطلع بيغلط في حاجه. في الاول وفي الاخر رأي بص هتلاقي كابتن حسن حمدي الدكتور الباشمهندس محمود طاهر ماشيين بنفس السيمتريه اللي كانت ماشيه بيها النادي الاهلي قبل كده، الا بقى في تطوير كمان يعني. لكن ما تلاقيش، لا انا مش معاك في مجلس كابتن محمود طاهر متهم شويه بالضعف في التعامل مع حاجات معينه، يعني مع موضوع الوصول مع الالتراس مثلا. انت شايف ان التعامل ده ذكي ولا هو هادي وحذر ولا؟ لا ممكن ان انا اجي اتعامل بشكل معين. اوكي انا مثلا مش مع النادي الاهلي ان هو رغم ان انت بتقول ضعف، لكن النادي الاهلي قدم شكوى اوكي في معروف واخد قرار بيه. انا مش شايف انا ضد الموضوع ده. انا النادي الاهلي انا اللعيبه بتجيلي عشان مبادئي ولما بيحصل حاجه زي كده لا يمكن ان انا اقاضي لعيب حتى لو رئيس النادي الناحيه الثانيه عمل الموضوع معايا، لان انا النادي انا اكبر واسمى. مش كماله واكتر من يعني انا فاهم. انا حتى ضد ان اللعيب يتوقف سواء من هنا او من هنا. انا اللعيب مكانه الملعب، خلاص اللعيب ارتضى ان هو يبقى موجود هنا او هنا خلاص. لكن في الاول لازم اللعيب يعني يراجع نفسه هو كده. يعني ممكن انا شايف ان دي يعني موضوع ان اللعيبه دي تتوقف عشان اللي بعدين ما يتعملش كده. لكن انا بالنسبه للنادي الاهلي ما احبش ان يحصل كده. النادي الاهلي اكبر واسمى. لا هم مطمنين. خلي بالك هو النادي الاهلي زي ما نقول ايه، لا هو زي ما بنقول هو انا مش ضعيف، انا ممكن كاساليب قانونيه ولوائح اعمل كذا، لكن برضه كان المفروض ما يحصلش، ما نكملش بامانه. مستوى فريق الكوره مع جريدو واللعيبه اللي موجوده
التيم الحالي شايف ان هو قادر يوصل الاهلي للبطولات زي الفترات الماضيه؟ بص، اي فريق ليه زي ما بيقول كده رسم بياني. انت الكوره في مصر كانت بتعدي بمرحله صعبه، مش النادي الاهلي بس. فبالتالي الوضع الحالي النادي الاهلي ان هو بيعمل تيم بعد، يعني انت عندك مجموعه كبيره من اللعيبه اعتزلوا واللي مشي، كل دول بيأثروا بشكل. لما ده في لعيب واحد بيعتمد عليه فريق كله زي برشلونه مثلا، تعتمد في وقت من الاوقات على ميسي ان هو يتعامل اوقات معينه. ما بالك بقى لما يكون بركات وابو تريكه ووائل جمعه وسيد معوض واحمد فتحي، كل دول مره واحده مشوا. ده بيأثر بشكل كبير. عشان تبتدي تشتغل بتيم جديد وتيم مطالب وانت بتجدده انه ياخد بطوله وما يخسرش ماتش، فانت طبعا بتلاقي طبعا ما يهمكش في الوقت ده شكل الفريق او ادائك عامل ازاي. بالعكس، انت لما بتلاقي الاداء ثابت وبيتحسن نوعا ما بس مش زي الاول، تقول لا يبقى في مستقبل كويس. نتكلم بقى عن محمد فاروق نجم كرة القدم السابق، بعيدا عن مجال التسويق او الاداره او الاعلام. كلمني عن كرة القدم. انت شايف نوعيه المهاجم اللي هي انت موجود فيها، احمد بلال، بعد كده عماد متعب، المهاجم اللي هو الهداف، لا شفناه غايب عن النادي الاهلي بقى فتره. هو غايب عن مصر وغايب عن مصر. ليه؟ انا بجيب النقطه من الاول من المدربين في القطاع الناشئين. اختيار اللعيب، تدريبه، وتوظيفه. يعني اختيار وتوظيف وتدريب. اختيار، توظيف، تدريب. لان انا بختار نوعيه لعيب معين وبعد كده ابتدي اوظفه وبعد كده ابتدي ادربه واعمل له سكيلز، اعلي له السكيلز بتاعته في الحته دي. فكل المدربين انا شايف ان هم مقصرين في حق الحته دي بشكل كبير، وخد على كده بقى كل المراكز. كابتن فاروق، بعد ما بطلت كوره بنسبه كام في المية راضي عن مسيرتك؟ او انت ناشئ صغير كنت بتحلم بايه وبعد ما خلصت انا عملت ده ما عملتش لا، ده؟ حاجات كتير راضي طبعا. عن مسيرتك؟ لا مش راضي مش راضي عن مسيرتك خالص. يعني بنسبه 45% انا هقول راضي. الباقي بقى يعني اثرت طبعا في قرارات كبيره. زي ايه؟ احترافي في تركيا واوروجواي. كنت المفروض تكمل؟ اكمل. ليه رجعت؟ والله النادي الاهلي كان ساعتها بيقول لي لازم ترجع وعايزينك ومحتاجينك. فطبعا انا ارتباطي بالنادي الاهلي ده ارتباط كبير، ما اعرفش واضح من كلامي او لا. بحكم ان انا من 12 سنه موجود جوه النادي. كمان شفت احلى ايام يعني، وجود اصدقائي سيد عبد الحفيظ، احمد دال، على وليد صلاح الدين، مهدي خاشق، كل الناس دي انا طلعت وهم موجودين. اجمل هدف سجلته في حياتك مش تنساه؟ بص، انا عندي الحمد لله اهداف كتير، لكن بتبقى في حاجات مؤثره او مباريات مؤثره. يعني مباراه مؤثره مثلا ليا كان الزمالك والاهلي 6-1 والاسماعيلي 4-4. لكن في مباريات طبعا كتير. طبعا ماتش 4-4 والجول اللي انا جبت الجول التاني ده من اهم الاهداف ليا، وكان يمكن عشان الماتش ده كل الناس بتتذكره كان من احلى المباريات في الدوري المصري، مؤثر معايا بشكل كبير. لكن طبعا في مع المنتخب وفي مع منتخب الشباب والاولمبي والاهلي اهداف كتير يعني. هنروح بقى لناحيه الصداقه ونعرف الناس بيك اكتر. دايما الناس بتهتم بنجم الكوره ومين صحابه، بيقعد مع مين، هواياته بعيدا عن كره القدم. احكي للناس عن نفسك. لا، انا يمكن في صداقتي بلعيبه الكوره مش كتير، ما عنديش غير حاجات قليله. طبعا جيلي اللي انا لعبت فيه كنت سيد عبد الحفيظ. في ناس ممكن ما يكونوش ظهروا او لعبوا في فريق او في النادي الاهلي زي احمد عبد الظاهر. لا، بس احمد عبد الظاهر لعب في النادي الاهلي. احمد سراج، دول اللي هم جيلوا النادي الاهلي. طبعا من الانديه الثانيه كان في محمد صديق وايمن عبد العزيز وعبد اللطيف الجماني. انا مش عايز انسى حد بس هم كلهم يعني الحمد لله الواحد عنده يعني اصحابه بيحبوه يعني في حد ذاته. تمام. بتقضي يومك بقى بعيدا عن كره القدم ازاي؟ هواياتك بقى غير الكوره؟ انا بشتغل شغل عادي يعني، ربنا رزقني بشغلانه بعيده عن الكوره شويه في وقت يعني في التوقيت ده يعني. كمدير تسويق برضه. بخلص بروح اقعد مع اصحابي. يعني كان زمان بروح العب سكواش كده، لكن الوقت بقى ضيق جدا. بس شايف النادي الاهلي ناقصه
اه طبعا. لا ما هو بص، اللعيب زي ما قلت لك ده بتبقى زي ما بنقول حاجه نادره جدا. بس انا شايف ان في النادي الاهلي واحد جاي طالع بيهتم بيه بس، اسمه ناصر ماهر. ده لعيب 97. اتمنى ان رمضان صبحي يهتم بنفسه وما يخرجش عن الخط اللي محطوط ليه جوه النادي الاهلي، انه لعيب كويس جدا. انا قلت شهادتك كده يا كابتن محمد، هو اتاخر عن التمرين في النادي الاهلي، جري له عقده، استبعاده ده اثر على مستواه. بعد كده الكابتن حسام ده خد منتخب اولمبي وبدا يعالجه نفسيا. شايفه لاعب اللي هو نوعيه اللعيبه اللي محتاجه معامله خاصه، خاصه ان انت كنت قريب منه في منتخب أولمبي. بص انا بتضايق جدا من حكايه ان انا عامل لعيب معامله خاصه دي، لان انا لعيب محترف. احنا الوضع دخلنا في حته تانيه خالص، في عالم تاني خالص. يعني انا نصيحتي، انا يمكن قعدت مع رمضان صبحي ومع منتخب الشباب كذا مره، وقبل ما يظهر خالص قلت له انت في خلال شهرين ثلاثه هتبقى من احسن لعيبه في مصر. فانت كنجم لازم تكون نجم، سواء بره او جوه، في طريقه كلامك، في طريقه تعاملك مع الناس. فيعني انا اديته النصيحه يعني، فربنا يوفقه. انا عايز اقول تجربه شخصيه ليا وللناس يعني. احنا هنا عندنا في مشكله في مصر، المنظومه. يعني انا بتكلم حتى على رمضان المنظومه. في يوم من الايام انا كنت بنلعب قدام تريزيجيه وهنري، وكان تريزيجيه وهنري وسوفيستر كنا بنلعب منتخب فرنسا يعني. هم كانوا بيتعادلوا معانا بالعافيه. كانوا في منتخب شباب يعني 19 سنه. ماشي. في ظرف سنه تريزيجيه وهنري بقى في يوفنتوس، وانت لسه موجود هنا، بيترشحوا كاحسن لاعبين في العالم، وانت لسه رغم ان لما تيجي تشوف المستوى، لا المستوى تقريبا انت بتبقى احسن في وقت من الاوقات. انت فاهم؟ ليه احنا وان تكمل المنظومه، تكمل مجهود. هم بيتاخدوا، بيعملوا لهم كيان وبيعملوا لهم شغل معين بيخليهم من احسن لعيبه في العالم. المنتخب بقى بيبقى شغل فردي وبعد كده الجماعي. ده من اتمنى ان يا رب ان شاء الله ان احنا نحققه يعني المجموعه اللي طالعه شباب جديده يعني. خطوتك المقبله سواء في الرياضه او في الاعلام. بص انا نفسي ابقى موجود جوه النادي الاهلي لو الكلام ده صحيح يعني، او صح ان انا اخدمه بشكل كويس. المشروع او المشاريع اللي جوايا ان انا نفسي بشوفها او بدرسها او بتتحقق بشكل عملي اكتر. الاعلام يعني لو جت هخش فيها، لان لو حاجه كويسه، حاجه بتبقى منبر بتقدم فيه، لو انت خالص النيه لله ولبلدك بتقدم بيه حاجه بتخدم بيها الناس. هناخد موقف كده من المواقف الجميله